بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسهل يا رب. كله إلا شتمت الأم. كم مرة سمعت هذه العبارة تتردد في الشارع المصري؟ مش هسألك طبعا كم مرة سمعت شتيمة الأم نفسها تتردد في الشارع المصري، مش عايز أقلب عليك المواجع، لكن قاصد أدفعك للتفكير معي في تفسير لظاهرة انتشار شتيمة الأم في شوارعنا وخناقاتنا بشكل أعتقد أنك لن تنكره إلا إذا كنت بطلت تمشي في الشارع، أو بمعنى أصح بطلت تفتح إزاز عربيتك أو إزاز بيتك في نفس الوقت الذي يمكن اعتبارنا إحنا برضو أكبر شعب في العالم توجد خصوصية لدور الأم فيه. طبعا الأمهات مهمات في العالم كله، لكن أي دراسة منصفة ومحايدة تستطيع أن تؤكد أن الأم المصرية كدور وتجربة وطبيعة حاجة تانية خالص، ومع ذلك تنتشر شتيمة الأمهات لدينا في خناقاتنا وشوارعنا. ومش عايز أفسر، يمكن بعض الدول العربية والشرقية زي تركيا تعتبر شتيمة الأم موجبة للقتل ويستبدلون بها شتيمة الأخت. طبعا كل الشتائم فظيعة، لكن حتى الفظاعة درجات. صديق لينا قال ساخرا: يمكن عشان احنا عارفين قيمة الأم أكتر فبنحب نوجع اللي بنشتمه أكتر. لكن التفسير العلمي لهذه الظاهرة المؤسفة لقيته في كتاب خطير ومهم اسمه تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة، دراسة في علم الاجتماع التاريخي، ظهر في مكتبات القاهرة منذ حوالي 15 سنة. مؤلفه يقول أن هذا المرض ظهر في مصر بالتحديد لأنها البلد العربي الأبرز الذي أحكم المماليك سيطرتهم عليها لسنين طويلة، ولأن المملوك لا أسرة له وهو لا يعرف أباه أو أمه وليس له سلالة أو نسب، لذا فهو غير حريص على شرف أهل البلاد، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ويستدل على تفسير هذا بشواهد تاريخية للأسف مش هقدر أقولها عشان الرقابة، لكنها في كل الأحوال تطرح تساؤلات حول تراث العبيد الذي بقي لدينا بعد قرون من القهر والاستعباد، إذا كنا افترضنا أنه